ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ما تيجوا بينا يلا نعمل رز بالجمبري، حاجه كده خطير خطير خطير. اول حاجه هنسمي الله ونجيب حله عندنا، ننزل ننزل فيها الجمبري مغسول كويس ومقشراه، ننزل فيها بالكميه اللي احنا هنستخدمها. ونديله كده تشويحه من ناحيتين كده في الزبده لحد ما يغير لونه. هو لمده دقيقتين بالظبط، هنسيبه في النار لمده دقيقتين وبعد كده هنشيله. هنجيب بصلايه كبيره نغسلها كويس ونضربها في الكبه او تقطعيها على ايدك صغير. انا بستسهل بصراحه فضربتها في الكبه على طول. هنزل بالبصلايه في السوائل بتاعه الجمبري، مش هشيلها خالص، بالعكس انا هعمل فيها عشان عايزه الرز يبقى مطعم بصوص الجمبري. هديها تقليبه مع بعض كده كويس لحد ما تغير لونها كده يوصل للون البني ده. هنزل بالجمبري هديله تشويحه معاه. هنزل بالتوابل عندي هكتبها لكم في الكومنتات. هنزل بالرز عندي، انا غاسله مج ونص رز ومصفيهم كويس، هديهم تقليبه. وما تزوديش الملح مع التوابل عشان هقولك على التركيه دلوقتي التحفه. انا نزلت عليهم بمج ونص من الميه المغليه. التركيه بقى نص معلقه من الدقه بتاعه السمك، انا كنت عامله سمك فحطيت عليه نص معلقه من الدقه بتاعته في الرز. واديهم تقليبه كده لحد ما يشرب السوائل خالص. عندي هوطي عليه النار خالص واسيبه كده، عندي بقى جاهز. اخد بالظبط بعد ما وطي النار عليه 10 دقايق بالظبط وبقى عندي جاهز، وبالشكل ده احلى رز بالجمبري تحفه. وبألف هنا.